السلام عليكم ورحمة الله. أنا مس إسراء. لو أول مرة تشوفني ياريت تعمل سبسكرايب للقناة عشان توصلك الفيديوهات الجديدة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الريسبيراتوري سيستم. respiratory system يعني الجهاز التنفسي، الجهاز المسؤول انه يمد جسمك بالاكسجين، بغاز الاكسجين، ويخلصك من الكربون دايوكسيد، يخلصك من ثاني اكسيد الكربون الضار لجسمك. بيقول لي human respiratory system يعني الجهاز التنفسي الخاص بالبشر. اول نقطة بيقول لي our bodies need oxygen يعني جسمنا محتاج الاكسجين. طب محتاج يعمل بيه ايه؟ in order to do their functions يعني عشان يعمل الوظائف بتاعته. انت عندك وظائف كتير قوي في جسمك محتاج تعملها، محتاج تاكل، محتاج تمشي، محتاج تفكر، محتاج تنام، كل دي functions، وظائف. الوظائف دي محتاجة ايه؟ محتاجة oxygen gas. تاني نقطة بيقولي we get oxygen gas from the air يعني انت بتاخد غاز الاكسجين من ايه؟ من الاير. طب الاير ده موجود فين؟ around us حوالينا all the time يعني طول الوقت. تالت نقطة بيقولي we can't store extra oxygen in our bodies يعني احنا ربنا خلقنا ان احنا منقدرش نعمل store يعني تخزين لغاز الاكسجين في جسمنا، وبالتالي احنا محتاجين ناخده باستمرار، ناخده لحظة بلحظة. فانا مثلا عمري ما شفت واحد بيقول والله انا مش هتنفس اكسجين النهارده عشان انا مخزن من امبارح كمية كبيرة، فهو ما ينفعش نعمل له ستور تخزين. طب احنا لازم نعمل ايه؟ التنفس لحظة بلحظة. we must constantly take in new oxygen لازم تاخد new oxygen، اكسجين جديد باستمرار. نقول بقى النقطة اللي بعد كده بيقول the respiratory system is system responsible for يعني responsible يعني مسؤول عن ايه بقى؟ مسؤول عن البريذنج يعني التنفس، عملية التنفس اللي هي respiration. بعد كده بيقول لي the respiratory system supplies يعني بيمد the body with oxygen gas، بيمد جسمك بالاكسجين جاز and get rid of بيخلصك من ايه بقى الدور ليك؟ الكربون دايوكسيد جاز. خلال عملية اسمها ايه؟ خلال عملية اسمها respiration process. بالتالي هندخل على تعريف عملية التنفس الريسبريشن بروسيس، والتعريف ده مهم. هتلاقيني حطاه في مربع احمر عشان هو مهم. الريسبريشن بروسيس it is a process of pulling air in يعني تدخل الهواء، تسحبه لجوه، يعني تعمل inhalation يعني شهيق، تدخل جوه. and pushing air out يعني تطلع بره. exhalation of the body يعني تطلع بره الجسم. يبقى respiration process عبارة عن inhalation يعني شهيق، و exhalation زفير يعني نطلع الايه؟ الكربون دايوكسيد. فالاكسهيليشن هيكون للايه؟ للكربون دايوكسيد، لكن الانهيليشن لما هتدخل الاكسجين المهم للايه؟ للفانكشن، للوظائف بتاعتك. طب بيقول لي في النوت اللي تحت دي بيقول لي الكربون دايوكسيد gas which is produced during respiration process is a waste product. يعني ايه waste product؟ يعني مخلفات، حاجة وحشة ولازم تتخلص منها، لو ما تخلصتش منها هتضر جسمك. This gas is harmful to our bodies so we must expel it out لازم تطلعه بره during exhalation. ليه؟ لانه harmful to your body ضار بجسمك. يبقى الكربون دايوكسيد harmful ضار، لكن انت محتاج الايه؟ الاكسجين عشان ايه؟ do functions تعمل الوظائف. بعد كده بيكلمني وبيقولي the structure يعني تركيب the structure of the human respiratory system تركيب الجهاز التنفسي. ركز، احنا قلنا اي جهاز بيتكون من ايه؟ من group of organs، مجموعة من الاعضاء اللي بيشتغلوا work together عشان يعملوا ايه؟ function وظيفة معينة. يبقى هو group من الاورجنز. ركز كده وانا بنطق الاورجنز دي عشان مهمة جدا. اول اورجن هنبدا بيه هو النوز، الانف. واحد هيقول لي طب ما انا ممكن اتنفس من الماوث، من البق. هقول له لا،
الطريقة الصحيحة للتنفس هي النوز، لأن ربنا خلقها بطريقة معينة إن هي تنقي الهواء، تعمل له بيوريفيكيشن، فكده التنفس يبقى مظبوط وتمد جسمك بأكسجين نظيف. نيجي بقى في تاني حاجة اللي هو منطقة الثروت، خدناها قبل كده، أو الفرنكس اللي هي البلعوم، هيمر فيها الهواء، يبقى الهواء الإير هيدخل في النوز، بعدين هيعدي على الثروت، بعدين هيدخل في حاجة اسمها تريكيا. تريكيا، ركز معايا في النطق، هي ليها نطق تاني بس احنا هنقول النطق ده عشان هو سهل. تريكيا 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 اللي هي القصبة الهوائية، وهنشوفها دلوقتي في الرسمة اللي هتيجي بعد كده. بعدين عندي حاجة اسمها التريكيا، دي بتتفرع وتدينا حاجتين اسمهم ايه؟ اسمهم تو برونكاي يعني شعبتين هوائيتين، ده باللغة العربية تو برونكاي. بعد كده عندنا خامس حاجة اللي عندنا two lungs، يعني عندنا رئتين two lungs. بعد كده عندنا اللي هو الحجاب الحاجز، وهي عضلة مهمة، مصل مهمة قوي في عملية التنفس، في عملية البريذنج، اسمه diaphragm. يبقى اسمه ايه؟ diaphragm، اللي هو مين؟ الحجاب الحاجز اللي بيطلع وبينزل في عملية ايه؟ في عملية التنفس، وهنعرف بيحصل له ايه بالظبط قدام شوية. يلا بينا بقى على الصورة الجميلة دي اللي بتبين لنا عظمة خلق ربنا سبحانه وتعالى. صورة جميلة جدا، لأن احنا عارفين ان ربنا خلقنا في أحسن تقويم، فالصورة دي سبحان الله بتبين روعة خلق ربنا لينا. أول حاجة عندنا المجرى اللي هيدخل منه الاير، الهواء، النوز اللي هي حواليها دايرة حمراء. بعد كده الهواء هيمشي يروح لحتة تانية اللي هي البلعوم، اللي هو الثروت او الفرنكس، اللي هي حواليها دايرة بنفسجي، ثروت فرنكس. بعد كده هيروح الهواء على القصبة الهوائية اللي حواليها دايرة صفراء، ركز، اللي حواليها دايرة صفراء اسمها ايه؟ تريكيا اللي هي القصبة الهوائية، هيمر فيها الهواء. بعد كده التريكيا هتعمل ايه؟ هتنقسم كأنه طريقين كده، هتمشي في طريقين اسمهم تو برونكاي اللي هي في الدايرة الخضراء. تو برونكاي يعني شعبتين هوائيتين، تقول ورايا تو برونكاي. والبرونكاي دي هتتفرع زي الشجرة لحاجات اسمها الشعيبات الهوائية، يعني حاجات أصغر كده من الشعبتين الهوائيتين، فهتقعد تتفرع بقى. التو برونكاي دول هيتفرعوا ويدوا برونكيولز. كل ده داخل ايه؟ داخل اللانكس، الرئتين. ما انا عندي العضوين الكبار دول اسمهم لانكس، رئتين، تو لانكس. يبقى نقول تاني، انا الهواء هيدخل من نوز، بعدين هيروح على الثروت، الزور بتاعي، او اسمه فرنكس. بعد كده هيدخل في التريكيا اللي هي القصبة الهوائية، تريكيا. بعد كده التريكيا هتمشي في ايه؟ هتمشي في طريقين، طريق في الرئة دي وطريق في الرئة دي، طريق في الرئة اليمين وطريق في الرئة الشمال. طب لما تتفرع لطريقين هقول عليهم الطريقين دول، او الحاجات اللي اتفرعت ليها كأنها شجرة، هقول عليهم تو برونكاي، ده في الدايرة الخضراء. نيجي للدايرة الزرقاء مكتوب فيها اللي هي الحاجات الصغيرة اللي هتتفرع ليها التو برونكاي. ما التو برونكاي برضو هيتفرعوا تاني، فلما يتفرعوا تاني يدونا البرونكيولز اللي هي موجودة في الدايرة الزرقاء. البرونكيولز. بعد كده البرونكيولز هتنتهي باللي هي النقط الحمراء دي. النقط الحمراء دي عامله زي اكياس هواء او حويصلات، يعني اير ساكس. طب اسمهم ايه؟ اسمهم الفيولاي موجوده في الدايره البرتقاني. والالفيولاي دي مهمه جدا في عمليه التنفس، بيحصل فيها الاكستشينج للجاسس، بيحصل فيها تبادل الجاسس الغازات. فالالفيولاي مهمه جدا، فهي النقط الحمراء اللي بتنتهي بيها البرونكيولز. يبقى رحله الهواء بتاعتنا كانت عامله ازاي؟ الاكسجين لما بيدخل عن طريق النوز، بعد كده يعدي في الثروت او الفرنكس، منطقه البلعوم. بعد كده منطقه التريكيا اللي هي القصبه الهوائيه في الدايره الصفراء. بعد كده التريكيا هيحصل ان هي تنقسم لحاجتين، هتنقسم لتو برونكاي في الدايره الخضراء.
بعد كده البرونكاي هتتفرع تاني وتدي حاجات اصغر منها، تتفرع كأن شجرة كده بتتفرع، هتدي حاجات اصغر منها اسمها ايه؟ البرونكيولز، اللي هي في الدايرة الزرقاء، برونكيولز. بعد كده البرونكيولز في النهايات بتاعتها هنلاقي فيه زي نقط كده لونها احمر، زي نقط لونها احمر. النقط دي بنقول عليها الفيولاي، الفيولاي، وهي عبارة عن اير ساكس، اكياس هواء بيحصل فيها تبادل الايه؟ تبادل الغازات، الاكستشينج بتاع الجاسس. عشان كده قلنا هي مهمة جدا. نذاكر الجزء ده كده بالراحة ونركز فيه قوي. مش عايزه اكتر اكتر من كده عشان ايه ما نملش ونزهق ويكون كتير علينا. الموضوع سهل وجميل جدا. كده خلصنا حصتنا، ونتقابل المرة الجاية ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.